بهذه الطريقة المؤثرة ودع المنتخب الجزائري مدلله مراد مقني الذي سيغادر معسكر الخضر ولن يشارك في مونديال جنوب أفريقيا لأسباب صحية. القرار الذي اتخذ مشاركة بين الطاقم الطبي والفني أثر في اللاعبين الذين أبدوا مساندتهم ووقوفهم إلى جانب زميلهم في هذه المحنة. أما مقني فبدأ متأثرا ولكن مقتنعا أيضا بما قدم له من شرح وتبرير لوضعه الصحي الذي اتخذ على أساسه هذا القرار الصعب. أشعر بالحزن لأنه منذ 4 شهور وأنا أكافح لأكون مع بعثة المنتخب. أتفهم قرار الجهاز الفني لأنني لم ألعب منذ مدة طويلة. أريد أن أفعل شيء لكن هناك مخاطر نتيجة الإصابة التي أعاني منها في ركبتي. هذا كل ما يتعلق بوضعيتي وأتمنى أن نتأهل للدور الثاني. بعثة المنتخب الجزائري كما الإعلاميين الحاضرين تأثروا بهذا الخبر، والجميع يطرح أسئلة حول وضع مقني ولماذا وصل إلى هذه المرحلة. الطاقم الفني للخضر وبعض اللاعبين التقوا الإعلاميين ووضعوا النقاط على الحروف مؤكدين أن ما خضع له مقني من علاج كان خيارا حتى يحتفظ اللاعب ببعض الحظ لخوض مونديال جنوب أفريقيا، لكن العلاج لم يؤتي أكله. مسؤوليتنا كبيرة أمام الجزائر، أمام الشعب الجزائري، أمام المسؤولين الجزائريين، أمام يعني مسؤولية كبيرة علينا، وعندنا علاقات طيبة ما بين اللاعبين، يعني ولادنا، ولما واحد ما يكونش. مقني سيغادر في تصريح